مين هي مخترعة غسالة الصحون؟ هي جوزفين كوكرون، وهي تعتبر أول مخترع غسالة الصحون في العالم. ومن أسباب اختراع جوزفين لغسالة الصحون هي حالة الحزن اللي كانت فيها لما الخدم بتوعها كانوا بيكسروا لها الصحون، وهي ما كانتش أي صحون وخلاص، كانت من نوع الفخر جدا، وكانوا بيكسروهم هما بينضفوهم. وعلشان كده خدت قرار إن هي اللي تغسل الصحون بنفسها علشان تحافظ عليها. ولكن هي لقت غسل الأطباق شيء صعب جدا، وهي مش واخدة على الأمور دي، فحاولت البحث عن طريقة أفضل لتنظيف الصحون بعيد عن الخدم. وعشان كده قررت جوزفين إن هي تبتكر تصميم يضخ الماء بشكل قوي علشان يزيل الفضلات من الصحون. ولما كانت بتعمل التصميم بتاعها اتوفى زوجها، وغرقت جوزفين بالديون اللي سابها لها جوزها. ومع ذلك فضلت تصر برضو على الموضوع لغاية ما خلصت الاختراع بتاعها علشان تحقق اللي بتتمناه من راحة في تنظيف الصحون وجني أموال علشان تغطي ديونها. ونجحت في الموضوع ده سنة 1886، وحصلت على براءة الاختراع. تبدأ مسيرة تصنيع مكانات غسل الصحون لأصدقائها، وبعد كده تم تسويقها في الصحف المحلية. وجوزفين ما اكتفتش من النجاحات اللي حققتها والأموال اللي جنتها، لكنها استمرت في تقديمها وأسست شركة خاصة بيها لإنتاج غسالات الصحون، وحصلت على العديد من العقود لشركات ومطاعم وفنادق. وبكده تكون جوزفين حققت أرباح وتنظيف للصحون من دون مساعدة الخدم. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.